صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتوما وليداتكم واللي عزاز عليكم وحبابكم كاملين. اليوم ان شاء الله جيت غادي نصايب معكم واحد البريوش اللي كيجي زوين زوين بزاف. كنحتاجوه في هذا الصيف للوليدات، كنحتاجوه في الخرجات، كنقدموه للضياف ديالنا، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. غادي نحتاج فيه كيلو ديال الفرينه. استعملوا اي نوع ديال الفرينه عندكم، انا هذه كانت عندي كنت شريتها وما استعملتهاش، واليوم كتاب راني استعملتها. المهم عندي كيلو ديال الفرينه، وهذا البريوش راه اقتصادي، ما فيهش البيض، راه دابا داير درهم ونص، فيه غير بيضه وحده. درت ساشي ديال الزهر، اللي عندها المزهر تستعمل مزهر. درت كاس ديال السكر، الحلاوه كتبقى لكم نتوما على حسابكم. كاس ديال الزبده والزيت مخلطين. انا هنا استعملت زبده حيوانيه، تقدروا تستعملوا الزبده ديال البواطه غير رخيصه. كل واحد يستعمل داكشي اللي بغا، نفس النتيجه كتعطيكم. ساشي ديال الخميره ديال 8 غرام. غادي ندير كاس ديال اللبن كيجيب هاد البريوش كيجيبو مفشفش، كيجيبو خفيف خفيف بزاف بزاف. جربوه وردوا عليا الخبار. غادي ندير معلقه عامره ديال الخميره ديال الخبز. انا هنا زدت واحد شويه حيت كنت مزروبه وبغيتو يخمر دغيا. حبه ديال البيض، تقدروا تستعملوا غير البيض وتخليوه الصفر باش تدهنوا، باش تقتصدوا اكثر. هاد القرص هذا البريوش غادي نعجنوه بالحليب. اللي ما عندهاش ما بغاش تعجنوه بالحليب، دير 2 معالق كبار ديال الحليب نيدو وتعجنوه بالماء، نفس النتيجه. والحليب دفيوه واحد شويه، ما تعجنوش بالحليب بارد. هنايا كنخلطوا شويه هاد لي زانغريديون كاملين اولا دابا غادي نبقى كنزيد الحليب شويه بشويه. وهنا غادي نبقى كنزيد الحليب شويه بشويه حتى يتجمع لي الخليط ديالي، تجمع زعما العجينه. وهاد العجينه راه كتبغي تجي شويه مطلوقه، يعني كتبغي تجي خفيفه، يعني ما تقصحوش العجينه باش البريوش ديالكم يجيكم خفيف. وهنا من بعد ما دلكات العجينه ديالي مزيان، هذاك الكاس اللي بقات لي فيه شويه ديك الزبده والزيت هبطوا به العجينه، حيت راكم شفتوا راه العجينه خفيفه. وهنايا جمحها بديك الزبده وغير ديك النقيطه اللي بقات في الكاس، وغادي نغطيها ونخليها تخمر مزيان حتى تخمر العجينه. ومن بعد ما جمعتها دابا غادي نغطيها باش تخمر. في الوقت ديال الشتا راه كتدي لكم حتى 2 سوايع ولا، ودابا في الصيف راه كتخمر دغيا. انا دات لي قريب ساعه، خليتها ساعه. وهي دابا بعد ما خمرات غادي نشد شويه ديال الزيت في يديا، ندهن يديا بشويه الزيت حيت العجينه مرخوفه. وقطعوهم على القد اللي بغيتوهم نتوما. انا درتهم شويه كبار، انا درتهم للفطور. الصباح بنادم كيبغي ديك الكريسه ولا شي حاجه حلوه باش يفطر، اولا مع كاس قهوه في العشيه. وانا هنا درت فيهم الشكلاط ديال الشكلاط اللي كندهنوا بها الخبز. ديروا اي شكلاط عندكم، بغي لا عندكم شكلاط مرصويه ديروا شكلاط مرصويات، بغيتو تخليوهم مخاوين ديروا مخاوين، بغيتو تعمروهم بالكونفيتير عمروهم بالكونفيتير. المهم اي حاجه بغيتو تعمروهم بها عمروهم بها. تعمروهم بالجبن عمروهم بالجبن اللي كيبغي المالح.
دابا نشاركهم معكم شي مرات. المهم قطعوا الخيار، انا موالفه كنوزنهم ملي كيكونوا ديال البيع. دابا هادو ديال الدار ما وزنتهمش، انا اصلا بغيتهم شويه كبار، اللي كلا وحيده صافي. وغادي نبقى مستمره هكا تنساليهم كاملين. واخا يتقصر لكم الشكلاط في الوسط ماشي مشكل، حيت انا كان خليتها زعما في الثلاجه، ولكن ما جيت نكمل حتى ولات ثاني طلقات. المهم مره دهنوا يديكم بالزويته. وشتو العجينه راه خامره ومفشفشه، راه كتجي زوينه بزاف. وكيجي هذا البريوش كيجي خفيف بزاف بزاف، حيت حتى داك الكاس ديال اللبن كيجيب البريوش كيجيبو خفيف. اللبن سوا درتوه في الخبز، سوا درتوه في المسمن، سوا درتوه في اي حاجه، راه بحال المحسن ديال الخبز، كيجيب العجائن خفيفه. ومادامنا وصلنا حتى لهنا، فضلا منكم وليس امرا ديروا لنا واحد اللايك، واحد كومونتير زوين. ودابا هنايا راني درت البيض، درت بيضه كامله ودرت شويه د الحليب مع نسكافي، وراني كندهنهم. انا كيعجبني داك اللون يجي محمر فيهم. تقدروا اللي ما بغاتش نسكافي دير غير قطره د الخل، ولا غير الحليب، ولا الفاني، ولا كل وحده دير داكشي اللي بغات. هنايا انا دهنتهم قبل ما يخمروا، من الاحسن دهنوهم قبل ما يخمروا باش ما تضيعوا لهمش الخمير ديالهم، بحيث كاينه اللي ملي كتخليهم حتى كيخمروا ملي كتجي تدهنهم كتهبط لهم داك الخمير. من بعد ما دهنتهم هنا كاملين، انا شديت الزنجلان الابيض رشيته فوقهم. تقدروا ديروا الزنجلان الاحمر، تقدروا ديروا البافو سانوج، تقدروا ديروا لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. ديروا داك السكر كريستاليزي، اي حاجه عندكم قضيو بها، اللي عندكم في الدار، ما تمشيوش تخرجوا للزنقه تشريو. هنايا راني غادي نخليهم حتى يخمروا. انا خليتهم واحد الساعه باش يخمروا، عاد درتهم في الفران. وها هو البريوش ديالي من بعد ما وجد، راه كيجي مفشفش وكيجي زوين بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. هذه ما سديتهاش مزيان وخرجت لي الشكلاط على الجناب. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتابوناو في لاشين ديالي. ومرحبا بالناس كاملين الجداد والقدام. ونتمنى ان شاء الله يكون هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم ويروقكم. ونتمنى ان شاء الله اللي ما مابونياش تابونا، ما تشوف الفيديو الا عجبها وشافتو يستحق تخلي لي كومونتير وتابونا معايا، فضلا منكم وليس امرا. ومرحبا بكم ونهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.